في النص الأول من القرن العشرين زاد عدد الإصابات بسرطان الرئة عن المعدل الطبيعي ب 15 ضعف عن السنين اللي فاتت، وكان الدكاترة محتارين جدا في السبب ورا الموضوع ده، لدرجة إنهم عملوا مؤتمر طبي علشان يناقشوا سبب انتشار المرض ده لدرجة الوباء. وسبحان الله مجموعة من كبار العلماء والدكاترة ربطوا سرطان الرئة بأي حاجة ممكن تيجي في دماغك إلا الحاجة الوحيدة اللي تقريبا كل الناس بتعملها في الوقت ده، واللي هي التدخين. لكن في بعض العلماء ربطوا ما بين انتشار التدخين وانتشار سرطان الرئة، وكان من أول الناس دي الطبيب الألماني فريدز ليكند، اللي عمل دراسة إحصائية بتثبت ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الرئة ما بين المدخنين. وفي سنة 1950 وبعد شك كبير إن التدخين مرتبط بالسرطان، العالمين إرنست وايندر وإيفريتس جراهام عملوا دراسة على 684 مريض بسرطان في القصبة الهوائية، لقوا إن 96.5% من المرضى دول كانوا مدخنين. أنت متخيل النسبة قد إيه؟